فيديو النهارده هنتكلم عن كاس الرابطه اللي بيطلع عليها لعنه جديده كده او ترند جديد كده كل الانديه بتعمله، هي ضربات الترجيح اللي بتحصل في اول ماتش بين اسوان وغزل المحله، اللي غزل المحله بتفوق فيها ب3-1 وبيصعد وبيواجه الاسماعيلي بعدها ويخسر 7-6 في ضربات الترجيح، اللي هو ضربات الترجيح والله ما انا سايباكم. بعدين بنشوف ماتش فاركو والاتحاد السكندري اللي كان ديربي اسكندريه، برضو فاركو بيتفوق بنفس النتيجه 7-6. انتوا فاهمين مدى اللي هو تكرار ضربات الترجيح دي؟ وكمان شفنا تألق من جميع الانديه، وكمان شفنا ان لعيبه بيراميدز بتنضم للمنتخب، والاهلي هيشارك بدون لعيبه المنتخب للاسف هو والزمالك. لكن الاهلي مش متاثر قوي مثل ما الزمالك مش متاثر زي ما الاهلي متاثر، لان الاهلي فاقد 7 لعيبه والزمالك فاقد 3 بس. اتمنى التوفيق لكل الانديه، اتمنى التوفيق لمنتخب مصر امام منتخب ملاوي من الجمعه الجايه، اتمنى التوفيق لمصر كلها عامه في جميع البطولات او التصفيات. بس كده، اشوفكم في فيديو جاي.